فلاتة يجلد عبد العزيز الزلال جلد مبرح في مشاهده قويه جدا في برنامج ابو اكشن. صلى على النبي واعمل الحاجات اللي في جنبه وتعالى اقول لك ايش المشكله. الموضوع كان عن مباراه الهلال والاتحاد. عبد العزيز الزلال يتكلم ويقول اهم شيء لو خسرتم ما تجيش تتكلمون في التحكيم وتقولوا انظلمنا. يقصد ان فلاتة دايما يقول نحر، فيعطيه واحده من البدايه ان حجتك هتكون التحكيم وانا فاهمك كويس. فلاتة في الاول يرد بشكل كويس جدا ويقول له ان الفرقتين قويين وما استبعد ان اي فريق منهم يفوز. الكلام كان لحد كده كويس لحد ما عبد العزيز الزلال يطلع العقده الموجوده عنده دائما الا وهي النصر. لازم يجيب طار النصر في كتير من التفاصيل، فيرد على فلاتة بعد ما فلاتة يخلص كلامه كيف تبيني ارد عليك وانت النصر لما هزمك مرتين ورا بعض طلعت هنا وتقول مباراه جميله مباراه ممتعه اهداف جميله. فابو اكشن يرد على عبد العزيز الزلال ويقول له الالوان تفرق يا عبد العزيز. المعلم واخد وضع تهدئه النفوس، فيكمل عبد العزيز الزلال كلامه ويقول له حتى ساديو ماني قدام الرياض لما ضرب اللاعب بالكوع. يقصد ان ساديو ماني ما خدش طرد، ولو خد طرد في مباراه الرياض ما كانش لاعب في مباراه الاتحاد. فيوجع فلاتة ويقول له وجي امامي الاتحاد سجل هدف سينمائي وكنت مبسوط ساعتها وبتقول هدف جميل. يعني يقصد ان فلاتة متعاطف مع النصر وما كانش واقف وقفه قويه على طرد ساديو ماني في مباراه الرياض. فلاتة هنا يتضايق ويرد عليه ويقول له ازاي المباراه اللي قبل اللي راحت دي انا اتكلمت عن التحكيم ولسه هيسرد كلامه. عبد العزيز الزلال يديله واحده كسر رجل يقول له مباراه التابع والمتبوع. يا نهار ابيض على النار، دي على نفس السياق بتاعت ومتلون بلون غير. ففلاتة رد عليه وقال له دي عبارات يقولها الجماهير لبعضهم، انت ارفع من كده. ابو اكشن بقى لما لقى الموضوع بيحمى بين الاثنين وان عبد العزيز هو اللي بدا وقال تابع ومتبوع قال له خلينا يا عبد العزيز نخلي الحوار افضل من كده. فلاتة راح قايل افضل مين وبتاع مين. ابو اكشن والله لا اعطيه واحده دحين صح. راح قايل له كل اللي يقول ان الاتحاد تابع ومتبوع هو انسان مغفل. ضرب نار. وشوف اثناء ما كان بيقول اللي يقول على الاتحاد كان ده رد فعل الزلال، وده كان رد فعله لما انصدم بكلمه مغفل في الحلقه. راح هنا ابو اكشن بيتدخل قال لهم بس يا جدعان في ايه بس يا جدعان مش للدرجه دي، نقفل الكلام على كده ونقفل الحلقه على كده كفايه. فلاتة قال له كفايه مين خد دي. للاسف يا ابو بدر العبارات اللي هي زي تابع ومتبوع اللي كنت احسبها تقف عند الجماهير لقيتها للاسف عند من يمثل الاعلام. ابو اكشن راح مديه نظره كده صعبه قال له تقصد مين؟ الحلقه خلصت ما في داعي الكلام ده. وراح قال له انا لا اسمح الكلام ده لاي زميل هنا اعلامي. رد عليه فلاتة واعطاه واحده الصح المره دي. طب ليه مررت له يا ابو بدر؟ لان التابع الحقيقي هو اللي جيه رسايل ويدخل باجنده، هذا هو التابع الحقيقي. يا نهار ابيض، مين هنا اللي تجي رسايل ويدخل ينفذ الكلام ويقول الكلام اللي موجود في الرسائل؟ يا نهار ابيض. ابو اكشن على طول انا اسف لا اسمع بها العبارات. ومن هنا نوجه رساله لفلاتة، كل يوم بتبين لنا قد ان معدنك اصيل جدا ونقي، كل يوم تورينا رساله للمشجع الاتحاد الاصيل. يكفيك ان بيقول بكل عاطفه صادقه لحبه لناديه ما في فريق اطالع فيه الا الاتحاد. هنا نحترم حبك لناديك يا فلاتة ونقول لك انت مثال للمشجع المخلص الوفي اللي بيحب ناديه اكتر من اي نادي في الدنيا وعمرك ما كنت مطبل. شكرا لك من قلب نصراوي متيم بحب